يا المغرب يا عمري، يا المغرب يا المغرب يا المغرب يا المغرب. انتصار ولا اروع، انتصار يشرف، انتصار يعني يشرح القلب كده. الواحد كان بيتفرج وهو بيقشعر ومبسوط من كل حاجه بيشوفها في الملعب ومن كل حاجه حرفيا حصلت النهارده. منتخب المغرب شابوه، احسن منتخب عربي وافريقي، منتخب حاطين كلنا املنا عليه من قبل ما تبدا البطوله اصلا. من الاسماء الموجوده من المنتخب المغربي للمجموعه كلها ككل، للدوافع اللي عند منتخب المغرب السنه دي انها تحقق اي حاجه في كاس العالم. واحنا عارفين وشفنا بلجيكا قبل ما تخش كاس العالم انها ميته خالص، وعارفين انها هتتفشخ كده كده من ساعه ما شفناها في ماتش مصر. وقبل كده عارفين ان بلجيكا مستواها في النازل، وانا قايل لكم ده في الفيديو اللي فات، تتفرجوا عليه لو ما شفتوهوش، ان بلجيكا ضايعه ضايعه ضايعه، والمغرب هتعرف تعمل عليها جون واثنين وهتعرف تكسبها. وهيبقى المغرب وكرواتيا المنتخبين اللي في المجموعه دي اللي هيترشحوا لدور ال 16. حقيقي شابوه شابوه، وعاش لكل تفصيله حصلت النهارده في الماتش، من اول جون اللي اتبدل. واصلا يعني ياسين بونو هو الحارس الاول للمنتخب المغربي، ويخرج قبل ما الماتش يبدا عشان يخش على طول المحمدي ويعمل اللي عليه وزياده ويشيل كورتين وثلاثه، ولا اروع ولا اروع، ويشيل خطوره ويبقى امان للفريق، ما يحسوش باهتزاز وبضعف. لان بونو اللي مكسر الدنيا في اسبانيا ولا ليجا يطلع وينزل مكانه المحمدي اللي هو اللاعب الثاني والحارس البديل. فحقيقي شابوه، حقيقي شابوه لكل واحد ولكل راجل في ارض الملعب. زي ما قلنا كده المنتخب السعوديه للي عمله قدام الارجنتين، فالنهارده المغرب بيحقق نفس الانجاز، وده يتحسب له لثالث انتصار ليه في كاس العالم على مدار مشاركاته كلها في كاس العالم. في كام لعيب بس كده محتاجين نديهم حقهم، لان بجد عملوا اللي عليهم وزياده ويستحقوا الاشاده من كل قلبنا. زياش حرام عليك، امشي من تشيلسي، النادي مش مقدرك، مش مقدر الموهبه، ده كنز بامانه، كنز. ايه ده؟ ايه ده؟ 1-2 و1-5، لو حطيته 1-11 هيعدي. عنده مهارات فرديه مش موجوده في قاره افريقيا كلها، ومش موجوده الحلول الفرديه دي اللي موجوده عند حكيم زياش. شفناها في اياكس وكان بيعملها مع اياكس، وشميناها تاني النهارده في ماتش المغرب. لكن حرام عليك يا ابني تفضل في تشيلسي وتفضل مظلوم كده هناك. حكيمي وقلنا ازاي ده يطلع حكيمي والنسيري وبوفال، ازاي يطلع الناس دي كلها؟ نزل ناس عملت فرق وعملت روح، ونزل ناس عندها بدني اعلى، ونزل ويجري. اصلا عارف ان دفاع بلجيكا تعبان، وكنا قايلين ان دفاع بلجيكا مستواه قليل قوي والسرعات فيه ميته، فنزل ناس تحط على دفاع بلجيكا بعد ما استنزف من اللعيبه اللي طلعت اصلا. فقمه في الروعه، قمه في الروعه، تبديلات في محلها في وقتها، كل حاجه بالمسطره. ولاجل الامانه التبديلات دي لو ما كانتش نجحت كنا هنطلع نسيب ب 100 مله للمدير الفني لمنتخب المغرب، بسبب انه طلع حكيم وطلع اهم اللعيبه اللي كانت في خط الهجوم، اللي كانت عامله كل التاثير وكل الفعاليه الايجابيه قدام. لكن بجد 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 شابوه على الرجوله وعلى الروح وعلى كل حاجه المغرب تستحقها الماتش دوت. هنستنى نشوف المغرب الماتش الجاي قدام كندا، هنستناها تعمل ماتش احلى من الماتش ده، نشوفها بتصعد لدور ال 16، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المغرب تبقى مرشحه قوه، مش بس تصعد من دور 16، انها توصل لمراحل ابعد من كده بكتير، نص نهائي ونهائي كاس العالم. لان احنا محتاجين دفعه، محتاجين نصدق ان احنا نقدر، محتاجين نصدق ان في منتخب عربي ولاعيبه عربيه وشباب عربيه يقدروا يعملوا حاجه في كاس العالم، يوصلوا لابعد ما احنا كنا نتخيل، مش بس دور 16 ولا دور 8، لا، تبقى دفعه لاول منتخب عربي ان شاء الله يقدر ياخد كاس العالم. كلنا ورا المغرب، كلنا معاهم، ومستنيين ان هم يعملوا حاجه في كاس العالم وهيشرفونا، ومستنيينكم يا رجاله في كل اللي جاي. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان في تغطيات جميله قوي جايه لكاس العالم، وكل اللي جاي اجمد واللي جاي كله جديد وجديد. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.